السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي أعظم الخيرات التي كان يسارع إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالمسارعة إلى كل طاعة. العمر كنز يا جماعة، يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. فلازم نغتنم كل لحظة في حياتنا في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، لأن هنندم في يوم ما ينفعش فيه الندم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يتبع الميت ثلاثة: ماله وأهله وعمله، فيرجع ماله وأهله ولا يبقى إلا عمله. فلازم يكون في عمل، لازم ندخر رصيد عظيم جدا لنا في الدنيا عشان نجد أثر الرصيد ده في القبر ويوم القيامة بفضل الله. ولذا قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سابقوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات إلى آخر ذلك من الآيات بفضل الله سبحانه وتعالى. في ناس حوالينا كتير ممكن تحاول بقدر الإمكان أنها تثبتنا عن طاعة الله، تخلينا نكسل ونتكاسل عن طاعة الله. لكن المؤمن لا ينبغي أن يجعل بينه وبين الله أحدا أبدا، لازم يكون بيصحب من يعينه على طاعة الله. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. الرجل على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالل. ودي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة بقى الخيرات عامة في كل شيء، يعني ربنا أمرنا إن احنا نسارع إلى الخيرات وإلى الطاعات، دي عامة في كل شيء، في العبادات والإنفاق وفي كل شيء. لكن أعظم الخيرات بقى التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسارع إليها، وهتتعجبوا، هم ركعتين السنة بتوع الفجر. سبحانك يا ربي، ركعتين السنة دي اللي النبي قال عنهم صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ركعتا الفجر، اللي هي السنة مش الفريضة، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. يعني لو واحد ملك الدنيا كلها وتصدق بها، فركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيها. سبحان الله، فلها قدر عظيم. ولذا جاء في صحيح الترغيب والترهيب عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها لما سئلت عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر ولا إلى غنيمة. يعني ما كانش يسرع إلى الغنيمة. الغنيمة هي الأموال والأشياء التي تؤخذ من أهل الحرب من الكفار بعد انتهاء القتال، تمام، اللي هي الغنائم اللي بيجمعوها بعد انتهاء الغزو والقتال، تمام. بتقول يعني كان يسرع إلى ركعتي الفجر أكتر من إسراعه إلى الغنيمة. سبحانك يا ربي. ولذلك جاء في البخاري بقى عن أمنا عائشة أنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر، اللي هي سنة الفجر بفضل الله. والمعنى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسارع ويبادر إلى ركعتي صلاة الفجر إسراعا لا مثيل له ولا يعادله شيء. يعني حتى أنه أسرع من ذهابه إلى الغنيمة، وهي الأموال التي تؤخذ أو الأشياء التي تؤخذ من أهل الحرب من الكفار عن طريق القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. فأعظم الخيرات التي كان يسارع إليها النبي، والنبي كان يسارع إلى كل خير، لكن أكتر حاجة كان يسارع إليها هي ركعتي الفجر. والمؤمن حياته، دايما بقول كده، المؤمن والمؤمنة حياتهم بتبدأ قبل الفجر على الأقل بنص ساعة. نقوم نصلي ركعتين قيام ليل، تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل عليه السلام: واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل. الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء من الجسد وتكفير للسيئات بفضل الله سبحانه وتعالى. فلا بد ان احنا نبدا حياتنا بركعتين قيام ليل، ثم سنه الفجر، ثم صلاه الفجر، ثم جلسه جميله للذكر وقراءه القران لحد بعد الشروق بتلت ساعه او بربع ساعه، ثم صلاه الضحى. بكده
يبقى خدنا أجور لا تخطر على قلب بشر بفضل الله سبحانه وتعالى. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.